وسهلا بكم في الساعة الأخرانية من يوم سعيد اليوم الأحد حتى 10. نبقوا معنا كل أحد، تبقوا معنا كل أحد، ومن بعد يكون موعد الأحد مع الحبيب الجغام وحسام الدين الهمامي. حبيت أنه في الوقت هذايا نقترح عليكم بعض النشاطات. فما جمعيات اللي قاعدة تخدم عندها مدة وتقترح أنشطة نجم تواتي يوم الأحد أو يوم السبت أو أي يوم من الأسبوع. جمعية عندها توا تخدم من 2018 والاسم متاعها سهل برشا، كلنا نمشيو. جمعية مثلا اليوم في استوديو 5 على موجة الإذاعة الوطنية التونسية إيمان بن إبراهيم. صباح النور، أنت مكلفة بالإعلام في هذه الجمعية، عضوة بالهيئة المديرة لجمعية كلنا نمشيو. جمعية عندها توا من 2018 معناها عندها مديدة، اي بدات تكبر بشوي بشوي. كل شيء صباح الخير الناس الكل، عسلامة ان شاء الله يومكم سعيد. جمعية كلنا نمشيو. أنا إيمان بن إبراهيم مكلفة بالإعلام بالجمعية، عضو في البيرو ديريكتور والفونداتريس نتاع كلوب دو مارش دو نابور. من المؤسسين ولا المؤسسة؟ لي فونداتريس نعتبر من لي فونداتريس نتاع من المؤسسات. أي دخلت في الجمعية وقتها آخر 2018، وما فما ناس بيان سور كانوا قبلي. هي فكرة انطلقت من المرسى مع عند الفونداتور نتاع الجمعية اللي هو سيليا سجرار، ومعها كانت مجموعة باهية، وقعد كل مرة هكا العيلة تزيد تكبر. أي الجمعية شنو المبدأ متاعها؟ كنا نمشيو، هي جمعية ترفيهية رياضية، الهدف منها إنها تشجع على رياضة المشي وإلا على التنزه بالمشي. شو هي قبل كل شيء خلينا نسميوها، هي اسمها الجمعية التونسية للتشجيع على المشي. أيوة. كنا نمشي أول جمعية للتشجيع على المشي في تونس، يعني كانت في 2018 أول جمعية خدت التأشيرة باش تنشط تحت القانون الجمعياتي التونسي، وهي جمعية في الأصل البيوت متاعها يعني الهدف الرئيسي هو التشجيع على المشي. وكلنا نمشي عندها ديجا كلمة كلنا هيك باللغة العامية السهلة للناس الكل. الناس الكل يعني ما عندهاش ماهيش مرتبطة بفئة عمرية معينة أو بفئة اجتماعية معينة أو بجنس معين، بالعكس هي حاجة في متناول الناس الكل، مختلف الفئات العمرية، الأجناس، معنا رجال نساء صغار، يعني حاجة. ورياضة المشي رياضة في المتناول، رياضة سهلة ينجم العيلة كاملة تخرج، يعني يبدأوا من لي مامي من لي غران بارون البو والأم نهزوا معاهم صغيراتهم يعملوا هالمارش. يعني هذه هي رياضة سهلة وفي متناول الناس الكل، يعني وغير مكلفة وغير جوستومون. هي شو ديجا كلنا نعرفوا فوائد المشي على الصحة وعلى الصحة النفسية والبدنية، هذيك ما فيهاش كلام. والمشي ينصحوا به الأطباء في العالم الكل، وهو أسهل رياضة، وديجا هو منصوح به على الإنسان العادي أقل شيء كل يوم نص ساعة مشي، فهمتني؟ والمشي حتى من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كلنا لازمنا باش نكونوا نمشي ونتحركوا حتى شوية وقت. فيما بالك لو تكون المشية منظمة، فهمتني؟ وتكون في إطار جمعية، وتكون تمشي وانت اسوري وانت مأمن. هذا هو. انتم توا جمعية كنا نمشي، وقداش من فرع؟ قلت لي بدات تكبر بشوي بشوية، بدات من مرسى ثم بدات تتنقل إلى عديد مناطق الجمهورية. الجمعية عندها فروع في أي مكان بالضبط؟ باهي، الجمعية هنا قلت لك بدات من المرسى، من بعدكش بدات في أنحاء تونس الكبرى اللي عندنا، يعني بيان سور أريانا، تونس أريانا، منوبة، البانيو سود، هكا البانيو نور، زاد عنا في ضاحية شمالية والضاحية الجنوبية زاد في أكثر من باركور بيان سور رادس بومهال برشا. يعني كل أكيد كل منطقة يبدأ عندها المجموعة متاعها وعندها الكوتش اللي يسوري في المارش. في عندنا بنزرت، نابل، صفاقس، سوسة، سليانة، يعني هني قلت لك بديت الحكايه اي وتوا ما شاء الله يعني تتوسع. وانا كنقول لك يعني توا وليت احنا من الاول كي بدينا نحكي، وانا كي جيت مع 6 سنين و7 سنين التالي نحكيو نقولوا احنا ماذا بينا المارش والمشي تولي ثقافه عند التونسي. توا يعني حتى كنا احنا السباقين يعني هكا في الجامعه، من بعد وليت برشا فروع، برشا نوادي، برشا تسميت، حتى يعني الفكره في حد ذاتها وقع استنساخ. اي
هذه الظاهرة الصحية لا محالة. في الباهي احنا نبديو فرحانين، يعني كي تبدا تجربة وتتعمم وتولي حاجة باهية، خاطر الفايدة تعم على الكل. فهمتني؟ باهي انتم كيف فسرلي كيفاش العملية تصير. انا نحب ننتفع بعضويتي في الجمعية، يعني فما انخراط في الجمعية. والانخراط هذه شنو يشمل بالضبط؟ باهي الاكيد احنا نشوفوا يعني الناس اللي تبدا معانا في الجمعيه هما المنخرطين، يعني حتى احنا الستاتستيك نتاعنا نتاع الجمعيه قاعده تكبر وقاعده بعدد المنخرطين وعدد الناس اللي تلبس مريول الجمعيه واللي هي تمثلها. خاطر كي نقول لك باهي شنو يشمل الانخراط، باش تكون انك تابع جمعيه وتكون تنتمي، هي عيله كبيره حنسميوها العيله الكبيره، تكون انت فرد من العيله هذيا. بيان سور المارش يكون اسوري، يعني انت تكون مأمن على روحك وانت تمشي. فما كوتش هو اللي يسوري في المارش، هو اللي يكونوا فما، يعني تكون فما ناس تكون معاك، هي اللي تشجع، هي اللي هذوما لي كوتش اللي يكونوا معانا. الخرج فما زاده نخرج كيفاش يكون، نخرج كيفاش يكون بالنسبه للناس اللي تحب تجي تمشي. خاطر فما عنا عده نشاطات. النشاط اللي هو النشاط العادي نتاع الاسبوع، اللي هو البيوت نتاع الجمعيه، الهدف نتاع الجمعيه هو المشي. مثلا انت تويكا تكون انت موجوده في تونس، تشوف اقرب نادي ليك، كونسلتي سور فيسبوك تلقى كلنا نمشيو مثلا كلوب دو مارش دو تونس. بي انت غاديكا تدخل الباج تلقى في روبريك ايفينمون، تلقى البرنامج الاسبوعي نتاع المشيه اللي هو منظم. فما مشيات يعني في الوقت صباحيه، وفما اللي مشيت على في المساء للناس اللي تخدم وباش تكون يعني التوقيت نتاع الخرجه تكون انت حسب تختار. ايوه تشوف انت حسب امكانياتك وحسب برنامجك اليومي. وحسب برنامجك تلقى فما مثلا انت تولي انت تكونتاكتي على الباج غاديكا الكوتش اللي هي في المارش، هي ديجا تقعد تهبط تقول لك مثلا عندها المشيه نتاع 8 نتاع الصباح. المراه اللي تمشي توصل صغيراتها يقراوا الكل، وبعد تحب تمشي تعمل مشي تلقى شكون. راكي تمشي وحدك انت تنجم تمشي مره 2 3 وتبخل، مي تمشي في مجموعه وتلقى شكون يشجعك وشكون يعمل لك تليفون يقول كاين نمشي، وبعدك تولي اللحمه هذيك وتولي علاقه ديجا، تولي تتخلق علاقات انسانيه في المشي في حد ذاتها. يعني عمليا الفروع الكلها عندها برنامج واضح، عندها برنامج للاسبوع والا للشهر والا هو يهبط اسبوع، هو يهبط اسبوع. هذيك المارش هذيك النشاط الرئيسي موجود في كل النوادي، يعني يهبط كل شهر البرنامج. بيان سور خاطر التوقيت يتبدل حسب الفصل حسب المده. مثلا المارش في الشتاء فمني تخرج بكري، في الشتاء يبدا مخر شويه خاطر الدنيا تبدا الطقس بارد وتظلم. في الصيف يبدا بكري على البرود باش قبل ما تطلع الشمس. يعني مثلا 8 متاع الصباح تنجم تمشيها في الشتاء، ما تنجمش تمشيها في الصيف. انا خرجت في فرع من فروع الجمعيه ونحب نبدا نمشي نتصل بالجمعيه بفرع الجمعيه نقولوا في هنا قلت لك تشوف اقرب فرع ليك وتشوف انت برنامج. فما نقطه يتجمعوا فيها فما نقطة المشات جوستومون. مثلا انا كان نحكي اكزامبل، شنو ناخذ اكزامبل هكا نفسر اكثر، ياخذ على قربنا الصوره للناس اللي ما يعرفوش كيفاش تصير هالجمعيات هذه والا هالمشيات هذه. هيني شنو نفسر بالتفصيل للناس اللي تحب تدخل معنا. اول حاجه تدخل لجروب فيسبوك، اكتب كلنا نمشي كلوب دو مارش البلاصه اللي انت تحطها فيها. نفرض ناخذ مثلا خاطر نعرف التوقيت بالباهي في بالي اللي هو في نابل. باهي نقولوا انت في نابل وتحب تمشي، تحط كلوب دو مارش دو نابل، تطلع لك الباج، تدخل غادي في الباج نقبلوا الناس الكل مرحبا. من بعد تشوف الروبريك ايفينمون، تتبع الوقت، تتبعنا احنا في الباج. تنقول مثلا احنا نعملوا نقطه الانطلاق نتاعنا من قدام الليسي تكنيك، ومن بعد نمشيو على البحر ونمشيو يعني ظاهر الباركور نتاعنا، المسار الكل واضح، الكل تلقاه واضح، والتوقيت يعني واضح، والتوقيت واضح والمسار، وحتى الكوتش اللي باش تكون موجوده. يعني مثلا ساعات يتصلوا بيا نكون انا بعيده ونكون ما نقول احكيو مع كوتش ألفة، تبدا هي موجوده غادي تعطي. يعني هيني قلت لك تجي مره 2 ديجا انت تستانس، تلقى فما ناس اخرين تولي تعمل اصحابي يولي هما يكلموك اي نمشي. خاطر كي تمشي هيني قلت لك وحدك مره 2 تتعب وتبخل
تقول وتقول تو نرجع، مي كي يبدا مع جروب تتشجع اكثر، تولي انت حتى من الريتم نتاعك، راه مش كيف الناس اللي جي تمشي المره الاولى ولا الجمعه الاولى بعد شهر بعد بعام وقتها تحس الفرق، خاطر بالمداومه واللي المشي قداش تدوم تقريبا في المعدل. هو كل باركور كيفي، اما المعدل بين في 7 كيلومتر 7 كيلومتر يعني في حدود حكاية ساعة أيوة ساعة مشي. هني قلت لك وفما 3 ريتم راهو في علاش احنا ديما كي نبداو هكا قلت لك فما دي كوتش يبداو كي يسوريو في المارج بيان سور يبداو فما 3 ريتم، فما الناس القدم والناس اللي اللياقة نتاعهم متدربين عندهم ريتم معين اللي هو ريتم هكا سريع شوية، وفما ناس تكون الريتم نتاعها متوسط، والناس اللي تبدا مازالت كي دخلت حتى هيكم راهو نخليو فما شكون من تالي، فما دي كوتش يبداو هما معاهم يشجعوا فيهم باش يوصلوا هما يقويوا في الريتم نتاعهم. يعني هي مجموعه واحده تخرج مش 3 مجموعات، لا تخرج لكن بانساق مختلفه، كل واحد عنده النسق نتاعو باش نشجعوا بعضنا، باش الناس تقول لك انت تولي الناس كل اللي من تالي تولي تحب من قدام، تولي تحب تمشي، تحب تتشجع، تقول يا فلانه عندها تبدا يوصلوا في بعضهم، انت قداش عندك في الكلوب قد من وقت جيت هيك. هني قلت لك تولي ديجا اللحمه اللي تصير بين في الجروب والناس اللي تبدا تشجع في بعضها، وانت لازمك تتشجع اجا غدوه ما تبخلش. انا عندي يعني هما عندنا 3 مارش يكونوا نهار الاثنين 3 مواعيد اي في الاسبوع مثلا نحكي لك كل كلوب وشنو التوقيت نتاعو. نحكي لك انا خدينا مثال جروب نابل عندنا 2 و4 وجمعة، وفي الصباح 3 خميس وسبت. هكيك تعطي فرصة للناس الكل انها تمشي انت تختار الوقت، يا تجي تمشي الصباح يا تجي تمشي العشية، يعني منظمة المسألة، كل شيء منظم، كل شيء المسار منظم تبدا عارفة نقطة الانطلاق وين ونقطة الوصول وين. للناس اللي زادت نجم مثلا توصل متأخر تبدا عارفة الباركور متاعنا فين، تخلط عليكم اي شوفوا حتى بالمريول متاع الجمعية وكلنا نمشي والناس الكل، يعني هيك اللي ولات محلاها. فهمتني؟ التأمين معناها المنخرط يكون مؤمن، يبدا حامل للشارع نتاع الجمعيه، لكن مؤمن زاده من مخاطر اخرى. لا اكيد، يعني فما لاسيغونس كيف ان لا قدر مثلا تصير حادثه في الطريق، ما نعرفش واحد يتيح اي حاجه تكون تابعه المارش بيان سور، تكون يعني يكون عنده التامين نتاعو، والجمعيه يعني تكون يعني حتى فما كان هكا امتي اكسيدون بيان سور مش باش يكون يعني مش باش نخليوه. فهمتني؟ طالبين لبسه معينه للي باش يمشي معاكم؟ هي شفت حاجه لبسه شنو البس ارتاح حاجه عندك ويجا مرحبا. شنو عندنا احنا مديول الجمعيه في التظاهرات، خاطر احنا نشاركوا بيان سور في التظاهرات اللي موجوده على الساحه الرياضيه في تونس، اللي سمي ماراثون والكل نمثلوا الجمعيه نشاركوا بها، بانه واحد يبدا لابس مريول الجمعيه هيك. يعني احنا عندنا المريول نتاع الجمعيه الخاص بها بالشعار نتاعها، باش احنا نكونوا موجودين ونكونوا واضحين وعارفين المجموعه هذه تنتمي المجموعه اللي تحب تمشي وتمشي مع بعضها. الهدف انك تمشي مع ناس، انك تكون مؤمن، يكون فما مسار والا مسلك مؤمن كذلك، اللي هو من بين المشاكل اللي يعيشوها خاصه سكان تونس العاصمه. يقول لك ما نحبش نمشي، نجم نطيح والا ما فماش مسالك واضحه. احنا الاغلب ديما نختاروا المسالك الصحيه اللي تكون موجوده، كيف مثلا في مستير في سوسه في كل بلاصه احنا نشوفوا ديما المسالك الصحيه، واللي تكون بعيده على الكراهه بعيده على الموفمون، خاطر بيان سور سلامتنا قبل كل شيء. فهمتني؟ الناس اللي تجي تمشي بتاتر يكونوا معنا صغار، ساعات يكونوا زاده معنا نساء كبار. فهمتني؟ وتوا وليت الحاجه الباهيه واللي انا بالحق انا بيرسونيلمون فهمتني فرحانه بها من التجربه اللي انا خديتها ال7 سنين توا في الجمعيه. اختي محليه وما كنسالي كبار اللي هما ينتميوا للجمعيه ويحبوا يشاركوا في الجمعيه. انا نفرح برشا كي نلقى وحده كانت عمرها الكل في الدار ولا عمرها الكل تخدم ولا في بيرو وخرجت روتوريتي وتجيني تقول لي يعطيكم الصحه، وكلمه يعطيكم الصحه ويرحم والديكم قد ديكشي بالحق نشوفها حاجه كبيره. اللي تقول لك انا بعد الغوتريت لقيت وين نمشي، لقيت كيفاش نعمل، لقيت كيفاش توا جيني وقت باش نتلهي بروحي، باش نتلهي بصحتي. ماك تعرف احنا بيان سور يعني احنا توانسه مشاغل الحياه تغلبنا جوستومون
هيك الحاجه المزيانه اللي انا نلقى مش حتى يعني لي جون برك فهمتني، نلقى كي نسال كبار وامي وامك اللي تخرج تعمل مارج وتولي هي تلوج في حاجه خفيفه تلبسها وتولي تمشي تقول لك انا اليوم مشيت نص ساعه، غدوه باش نمشي 7 دراج وبعدها 40 دقيقه وبعدها ساعه، وتولي بعد ما تكيدهاش حتى كي تسقفتها باش تمشي المرشي تولي تحسها سهله. هل انه من المنخرطين فما اكثر منخرطات في الجامعات كنا نمشيو؟ هو اكثريتهم نساء. هو كي نقول لك بالحق فعليا حسب النسب والاستاتيستيك اللي عندنا في الجمعيه هو الاغلبيه للنساء فهمتني، فما رجال وكل شيء اما بالنسبه ديما اقل فهمتني. وحتى هنا قلت لك حتى على الفئه العمريه فهمتني، عندنا الفئه اللي فوق ال 40 سنه اكثر نسبه فهمتني. يعني بون صحيح احنا في مخاخنا ديما اللي رياضه اللي جون والكل، اما هذه محلاها اللي تلقى رياضه ادابتي في متناول الناس الكل، حتى الناس اللي تبدا مثلا ما عملتش رياضه قبل اللي تبدا والكلهم زاد اغلبيه يكون يعني جايين وكين هما يعني نصحهم الطبيب نتاعهم انهم يعملوا مارج. تقول لك انا كيفاش مي كي تلقى جمعيه وتلقى ناس اخرين ونساء اخرين ساعات يجي واحده تقول لك انا اول مره وخايفه وحاشمه وما نعرف شنو، مي كي تلقى في ناس في عمر امها وتقول كينا نحشم على روحي كي ما نمشيش ونلقى يعني امراه اكبر مني وما شاء الله تمشي تعمل في الباركور، اي هذه الحاجه الباهيه. ايمان بن ابراهيم ذكر انك عضوه بالجمعيه بالهيئه مديره لجمعيه كنا نمشي وكذلك مكلفه بالاعلام. باش نختم الحوار معاك، انت قلت لي الجمعيه الهدف نتاعها الاساسي ونشاطها الاساسي هو رياضه المشي، لكن قلت لي عندكم بعض الأنشطة الأخرى، فما حاجات أخرى بالإضافة لهذا؟ أي أكيد. احنا أول ما بديت الجمعية باش عملنا الانتشار هذايا والكل، عندنا في الجمعية النشاط نتاعها الأساسي عندنا حاجة بيسمى لا غراند مارش. شنو هي لا غراند مارش؟ هذيا إنه احنا كل نادي من نوادي يستضيف في وقت معين، مثلا كل فتره معينه يستضيف بقيه النوادي. يعني انت هنا تكون عندها بعد سياحي، بعد ثقافي، بعد رياضي، اجتماعي وكل شيء، يتلموا الناس الكل. مثلا نجم نكونوا احنا في مثلا نادي صفاقس يعمل ايفينمون ويستدعى فيها نوادي تونس الكل. يعني انت من تونس وجماعه بنزرت ومن نابل ومن سوسه من ستيل كل تلقاهم الناس الكل تتجمع في صفاقس باش يعملوا مشيه بما تسمى لا غراند مارش، المشيه الكبرى. اول حاجه يعرفوا بالنادي، ثاني حاجه الناس الكل تتلاقى تشوف بعضها، وعاده احنا نشوف بعضنا في عاده تكون ايام الاحد في الاغلب تكون ايامات العطل والاحد، وتكون وقتها لمه كبيره، لمه متاع عيله كبيره. من بعد بيان سور المكان هذاك باش يستفاد انه فما بعد يتنشطوا المكان ويكون فما بعد فما زوار يجيو من المكان ونعرفوا بلادنا وفرصه. يعني مثلا كلنا نمشيو من فضل من الحاجات اللي يعني الفضل نتاعها ليا انا خليتني نعرف ناس من تونس الكل، ولي عندي صحابي من برشا بلايص من تونس. البلاصه اللي نمشي لها الحمد لله نلقى فيها شكون، تعرفت على برشا ناس محلاهم، شفت اكتشفت تونس. يعني انا حتى فما برشا بلايص ما مشيت لهمش. مثلا انا سليانه اول مره مشيت لها في لا غراند مارش نتاع سليانه، وسليانه من اعز ما اشوف في تونس ما شاء الله الطبيعه وكل. يعني هذه قلت لك من الحاجات المزيانه، انت تتعرف على ناس اخرين، تتعرف على وتكون هنا قلت لك وعندها وكيفاش. وفي البرنامج اللي يكون بعد المشيه اللي تكون تاخذ لنا مثلا الصبحيه، بعد يكون فما برنامج سياحي ترفيهي ثقافي، نشوفوا المعالم اللي في البلاد هيك اللي في المدينه اللي مشينا لها ولا المنطقه هذيك، نشوفوا مثلا نشوفوا متاحف، نشوفوا حاجه تكون فيها، وفي نفس الوقت نشطوا المكان ويكون عندها حتى بعض سياحه ورياضه وكذلك علاقات انسانيه وعلاقات اجتماعيه. شكرا جزيلا لحضورك معنا في استوديو 5. ايمان بن ابراهيم جاتنا من نابل. عايشك انت، ميرسي على الاستضافه. يعطيك الصحه انت، شكرا لك، وان شاء الله يا ربي ديما نمشيو بخير، وان شاء الله كلنا بخير وديما تونس بخير. وقتاش اول مشيه كبرى؟ المشيه الكبرى القادمه هي ماهيش ماشيه في البرنامج، توي كنحضروا البرنامج نتاع 2025 ان شاء الله. المره الجايه نجي نحكي لك على البلاني كامل وعلى البرنامج نتاع العام الكل. ما عندنا لحد الجاي ان شاء الله جروب اريانا، نادي المشي باريانا جايين يمشوا معنا في نابل. هاي كان اللي يحب يجي
مرحبا نهبطوا احنا سور لي باج كيفاش وي فرصه نتلاقاو ونحكي علاش ونعملوا لا؟ مشي بوركوا با فهمت. علاش لا. شكرا لك إيمان بن إبراهيم من جمعية كنا نمشيو. هكا عرفنا جمعية من جمعيات تونسية اللي بدات بفكرة صغيرة وهي توسعت من عام 2018 تعمل على توسيع شبكة رياضة المشي في تونس. وعلاش ليه ما توليش المشي ثقافه في تونس بالطبع. عقليه. هذا هو. شكرا لك. 29 دقيقة فما عندنا نصيحة الدكتور حكيم بعد ومضة المعهد الوطني للإحصاء. نرجع للغنيات ومن بعد الحديث متاعنا باش يكون ثقافي في النص ساعة الأخرانية برنامج يوم سعيد اليوم الأحد.